السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ جاي لكم في فيديو جديد، حاجة بقى كده نغير بقى بعيد عن الطبيخ واي حاجة تانية. نعمل بقى مع بعض حواوشي الاسكندراني. معايا هنا حوالي كيلو الا ربع من الدقيق، هنزل عليه بكيس من الخميرة. جربوا ان شاء الله، الطريقة هتعجبكم جدا. اعملوا بقى لايك كده عشان يوصلكم كل جديد. هنزل بقى كده بكيس من الخميرة. انا كنت هعمل نص كيلو من الدقيق، بس زودت كمان ربع كيلو عشان اعمل حسابي ان انا هعمل طبقة من فوق وطبقة من تحت. شوفوا معانا الطريقة الاخرى هتعجبكم. هنزل بقى هنا بمعلقة من السكر عشان تدينا اللمعة الحلوة كده بتاعت العجينة. رشة من الملح. هنزل بقى بثلاث معالق لبن بودرة. لبن البودرة ده بيدي طراوة جدا للعجينة، وبتخليها كده، بيخليها كده طرية وطعمها ليها متطعمة كده وطعمها حلو. اقلب بقى كده المكونات الجافة دي مع بعض. طبعا انا كنت مسخنة مية دافية، انا هعجن بمية دافية. طبعا احنا في شتا فالتخمير بياخد وقت. المية الدافية بتساعدنا ان هي الخميرة العجينة تتخمر معانا وتبقى كويسة وتترفع كده. هنزل بقى بكوباية من المية الدافية وهقلب. لو عايزة مية تاني هحط مية تاني، بس هي خدت معايا حوالي كوباية ونص من المية. طبعا كل دقيق بيختلف عن الدقيق التاني، يعني في دقيق بيشرب سوايل، في دقيق ما بيشربش، فمش شرط. احنا ننزل واحدة واحدة لحد ما نشوف العجينة هتبقى سمكها ايه. مش عايزانا ولا تكون عايزاها تكون طرية ولا تكون ناشفة ولا تكون اللي هي طرية قوي، تكون وسط. انا ماشية معاكم خطوة خطوة، ومكنتش عايزة اسرع الفيديو عشان خاطر تشوفوا الخطوات بعينيكم. كده خدت كوباية في الاول، ونزلت بقى بحوالي نص كوباية كمان من المياه الدافية، وهقلب لحد ما خلاص العجينة تبقى عايزة بقى تتعجن بالايد. نقلب كده مع بعض واحدة واحدة. صلي بينا بقى على النبي كده عشان كل حاجة تطلع من ايدينا كويسة وحلوة. طبعا كل ست بيت شاطرة تقدر تعمل كل حاجة. نقلبها اهي لحد بس ما احس خلاص ان هي كده مش نافع ان هي تتعجن بقى بالمعلقة، فهعجنها بقى بايديا. طبعا العجينة بتاعت الحواوشي الاسكندراني او عجينة البيتزا لازم تتعجن حوالي 10 دقايق. نزلت بقى بتاع حوالي 3 معالق كده من الزيت، هعجنها بقى بايديا زي ما قلتلكوا. هنعجن فيها حوالي 10 دقايق. طبعا لو عندك عجان هيبقى اسهل لك طبعا. نعجن فيها بقى واحدة واحدة، نسمي الله ونصلي على النبي كده عشان كل حاجة تطلع من ايدينا سهلة وبسيطة. هعجن فيها شوية كده حلوين لحد ما الم الدقيق بتاعنا كله. طبعا بقى انا هعجنها بقى واقعد اعجن فيها حوالي 10 دقايق وارجع لكم تاني عشان مطولش عليكم الفيديو. كده بقى بعد ما خلاص قعدت اعجن فيها 10 دقايق، ما شاء الله هي عجينة طرية مش بتلزق في الايد. واضح اهي، ده هي برضو ما فيهاش اي حاجة. هنزل بقى عليها كده بحوالي معلقتين كده من الزبدة، يعني حوالي مكعب كده من الزبدة. عجينة بقى عجنة بسيطة كده عشان ادخل الزبدة. طبعا الزبدة دي بتدي طعم جدا، طعم جميل جدا للعجينة، تبقى طعمها حلو كده ومطعمة. جربيها وان شاء الله هتدعيلي وقولوا رأيكم في التعليقات.
كده بقى خلاص بعد ما عجنتها بالزبدة. طبعا هنسيبها بقى تخمر حوالي كده بتاع ساعة. نحطها في الفرن. هدهن بس كده الوش بتاعها كده مع ندعة صغيرة كده من الزبدة. هغطيها بقى واحطها في فرن، في الفرن عشان تخمر معانا. المهم ان هي تكون في مكان دافي عشان احنا طبعا زي ما قلنا في الشتا فالتخمير بياخد وقت. نيجي بقى في الحشوة بتاعتنا الجميلة. معايا هنا حوالي ربع كيلو من اللحمة، ومعايا بصلتين وانا بشراهم بشر صغير. توابل بقى بتاعتنا، معايا معلقة من الفلفل الاسود، معلقة من 7 بهارات، معلقة من الكمون، معلقة من الملح، نص مكعب من المرقة بلاش مرقة كتير، ومكعب من الزبدة. هحط بقى الطماطم دي بتاعتنا انا شايلة طبعا البذر بتاعها. الاحسن ان احنا نشيل البذر بتاعها عشان ما تنزلش السوائل بتاعتها في العجينة فتبوظها. فلفل رومي، فلفل قطعتين كده من الفلفل الحامي. هنزل بقى بالتوابل بتاعتنا على اللحمة. ده حوالي ربع كيلو من اللحمة، بس ما شاء الله يعمل معايا 4 ترغيفة حلوين. طبعا الحياة بقت صعبة والحاجة والعيشة بقت غالية، ولازم نحاول ان احنا نلم ايدينا على قد ما نقدر. هنزل بقى بالفلفل الرومي بتاعنا الجميل. الطماطم دي زي ما قلتلكوا انا شايله البذر بتاعها عشان خاطر السوائل بتاعه البذر دي ما تنزلش في العجينه وتبوظهالي. هنزل شويه من الزيت. طبعا اللحمه بتاعتنا لازم يكون فيها نسبه دهون عشان خاطر ده حواوشي، لازم أن يكون الطعم كده وليه طعم حلو. طبعا نسبه الدهون دي بتدي طعم حلو للحواوشي. هنقلب بقى المكونات دي كلها مع بعض. ما شاء الله تعمل لي كميه حلوه. هي قلبتها، انا حولت ربع كيلو لنص كيلو. ما شاء الله. نيجي بقى العجينة بتاعتنا بعد ما خمرت ما شاء الله تضاعف حجمها اهو. هي بص عجينة ناجحة. طالما خمرت كده وعليت معانا تعرفي ان الخميرة بتاعتك ناجحة. اهي ما شاء الله عجينة طرية. انا كنت حباها وانا ماسكاها في ايديا كده. نقطعها بقى كور كده صغيرة على قد بقى ما انت عايزة. ده حجم الرغيف يبقى قد ايه، عايزة كبير عايزة صغير، دي بقى دي حاجة ليكي انتي. تحاولي بقى شوفي انت عايزاها تبقى قد ايه وتعمليها. انا هعمل حوالي ربع كيلو الا ربع دول، هعملهم حوالي 4 ترغيفة يكونوا حلوين كده. شايفين العجينة ملمسها ما شاء الله جميل. الزبدة كمان مديها طراوة حلوة. هقطعها بقى وارجع لكم تاني. كده بقى بعد ما قطعتهم اهو حوالي 4 ترغيفة. طبعا احنا بنحط طبقة فوق وطبقة من تحت. حوالي 4 ترغيفة كده زي ما قلت لكم محترمين، يعني هيكونوا كبار كده وحلوين. فزي ما قلت لك عايزاه صغير بمزاجك، عايزاه بردك كبير بمزاجك انت. كده بعد ما فردتها هنزل بقى بالحشوة بتاعتنا. ما شاء الله اتفردت معايا حلو. حطيتها بقى في الصينية عشان خاطر ايه، هحطها على طول في الفرن. هنزل بالحشوة بتاعتنا، نحاول ان احنا ايه ما نجيبهاش للاخر عشان خاطر نعرف نقفل الرغيف كويس. يعني نسيب مسافة كده في الاخر فاضية. ما شاء الله ربع اللحمة مع الحشوات طبعا اللي انا حطيتها رمى معايا كمية حلوة. ايه ما شاء الله. طبعا حابة بقى تحطي جبن، حابة تحطي زيتون، ده حاجات بقى اختياري دي. بس زي ما قلت لكم حبيت ان احنا نعمل كده حاجات بقى على قد ايدينا، ما نكلفش يعني بعض قوي. فردت الطبقة التانية اهي، احطها فوقيها.
المهم ان احنا نقفلها كويس قوي عشان خاطر الحشوة متخرجش من الرغيف. طبعا الحواوشي الاسكندراني ده بيبقى طعمه جميل تحفة الصراحة، جربيها وهتدعيلي ان شاء الله. نلف كده بقى عشان يدينا شكل بقى جميل. انا ماشيه معاكم واحده واحده. نلفها كده لجوه، يعني نجيب الطرف كده من تحت كده لجوه. اهي بعد ما عملتها ما شاء الله شكله جميل تحفه جدا. اهو قلت اعمل معاكم واحد تاني عشان تبقوا شايفين قدامكم بردك تاني كويس قوي الطريقه والقفله بتاعه الرغيف. بردك زي ما قلت لكم هنسيب بردك مسافه كده في الاخر. اهو كده فردت عليها اللحمه. هنزل برضو بالطبقه التانية فوقيها اهي. ما شاء الله العجينة كمان مدياني ان خلياني ان انا امسكها كويس من كتر ما هي طرية اهي. نجيب من تحت كده لفوق بالشكل الجميل ده، خلي حتى رغيف شكله يفتح النفس. اهي ما شاء الله. كده بقى طبعا بقى نسويهم ونرجع لكم تاني. اهو ما شاء الله بعد ما خرجوا من الفرن كده 3 وكان لسه في واحد لسه ما خرجش. ما شاء الله الشكل جميل جدا بجد يستاهل بقكم. كده اهو ال4 معايا جاهزين ما شاء الله. الرغيف شايفينه عامل ازاي، مشبعة جدا بتشبع. نقطعه بقى مع بعض ونشوفه بقى من جوه يبقى عامل ازاي. طبعا اللحمة بتاعتنا استوت. انا كنت مسخنة الفرن قبلها قبل ما احط الحواوشي بتاعنا في الفرن كنت مسخنة الفرن قبلها. اهي ما شاء الله. العجينة بقى بتاعتنا بقى كانت عاملة وش كده مقرمش. اهي شايفين الحشوة بتاعتنا مستوية جميلة واللحمة كويسة. ندوقه بقى مع بعض. ما شاء الله جميل جدا. او كانوا بيتخانقوا معايا كانوا عايزين الحواوشي. نحط بقى كاتشب حسب ما انتي بتحبي تحطي عليه ايه فاللي انتي عايزاه. بجد طعمه كان جميل جدا والعجينة كانت طرية.